السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وألف خير ان شاء الله. النهاردة هنقدم حصري من مطبخ نورة. والطبخ ان شاء الله دايما احلى واسهل مع نورة. هنقدم البسارية الكفوف المقلية زي ما انتم شايفينها كده. بسارية الكفوف اول مرة على اليوتيوب، ما اعتقدش ان في حد نزلها قبل كده. زي ما انتم شايفينها كده مقرمشه وجميله وشكلها جميل جدا في التقديم. اتمنى ان شاء الله الوصفه بتاعتي النهارده تعجبكم. شايفين شكلها جميل ازاي ومقرمشه جدا جدا. وهنقدم كمان الرز الصياديه البني، انا عملته معاكم قبل كده بس كان الفيديو ناقص جزء. وعملت معاكم كمان رز السمك الاحمر، وان شاء الله اللي ما شافش الفيديو هحطه له في صندوق الوصف. رز السمك الاحمر هنعمل الغدا الجميل ده ان شاء الله من مطبخ نوره، والطبخ ان شاء الله احلى في مطبخ خير زمان. تابعوني عشان تشوفوا الطريقه. اتمنى الفيديو يعجبكم. اللي يعجبه الفيديو لايك وشير وتعليق حلو منكم يشجعنا. واللي لسه ما اشتركش في قناتي واول مره يشوف فيديوهاتي اتمنى يدوس على زر الاشتراك ويفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد. يلا بينا نشوف الطريقه بتاعه السمك الجميل ده ان شاء الله يا حبايبي. حابه بس اوريكم طريقه تنظيف البساريه. بسم الله ما شاء الله، البساريه بتاعتنا كبيره اهي وماسكه نفسها، مش معجونه ولا اي حاجه، بتلمع وجميله ازاي. تعرفي انها صابحه كده. شوفوا لمعانها عامل ازاي، يا رب يكون واضح معايا في الفيديو. بسم الله ما شاء الله، يعني عجباني جدا قوي النهارده، لان صعب قوي تلاقي البساريه اللي هي ماسكه نفسها الحجم الكبير ده. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ انا دلوقتي هنضفها. تنظيفها سهل جدا ما بياخدش اي وقت. كل اللي بنعمله ان احنا بنشيل الراس. بعد ما تشيل الراس كده بتسحبي لتحت على البطن اهي. بصي بتطلع بكل حاجه فيها اهي، والبطن بتاعتنا نظيفه اهي وجميله مفيهاش اي حاجه اهو. اعمل معاكي واحده كمان. يعني تنظيف البسارية ما بياخدش اي وقت اهو. ادي البسارية معايا اهي. انا همسك الراس من فوق من كده، وهنيجي وهنقطعها كده وننزل بيها نسحبها لتحت كده اهو. اهو البطن بتاعتنا جميله نضيفه اهي اهي. هنعمل كمان واحده. الناس اللي بتشتكي ان البسارية لا صغيره هتاخد وقت في التنظيف، لا بسم الله ما شاء الله اهي. وتروحي سحبه كده بس ما بتاخدش اي حاجه اهو. طبعا احنا لسه هنغسلها وننقعها في ليمون وملح. ما تكتريش، ما تحطيش ليها خل لان البسارية لحمتها رقيقه والخل هيهريها. احنا نعصر عصره ليمون كده عشان ريحه الزفاره. شايفين بطنها ما شاء الله جميله ازاي اهو. انا بمسك الراس كده بقطعها وبسحب لتحت كده اهو، والبطن بتاعتي بتطلع معايا كلها ما فيهاش حاجه اصلا، نضيفه اهي بتلمع ما شاء الله زي الفل. وكلها ما شاء الله حجمها حلو وماسكه نفسها مش معجونه. وان شاء الله هعملها معاكم بطريقه حلوه قوي. طريقه الكفوف هتعجبكم قوي. اولا بيبقى شكلها حلو في التقديم كده، تفتح النفس وتخلي الاطفال ياكلوا اهي. لونها جميل جدا وبتلمع ما شاء الله، حجمها عاجبني اهو. بصوا البطن بتروح طالعه معايا بسهوله جدا ما فيهاش اي حاجه. انا هكمل باقي الكميه كلها عشان ما اطولش الفيديو عليكم. وهنعملها بنفس الطريقه كده، هننضفها وبعدين هنقعها في ميه وملح وليمون. قلت لكم مش هنحط عليها خل عشان البسارية لحمها رقيه، مش عايزاها تتهري مني، عايزاها انها ماسكه نفسها كده ما شاء الله بطنها جميله ازاي. وهكملها وارجع معاكم نشوف هنتبلها ازاي وهنقليها ازاي. خليكم معايا لاخر الفيديو عشان نعملها بطريقه حلوه جدا النهارده. خلاص يا حبايبي، انا اهو غسلت السمك بعد ما نضفته ونقعته في ملح، رشه ملح خفيفه وعصره ليمون خفيفه عشان ما يحدقش منك وعشان كمان اللحم ما يتهريش زي ما احنا قلنا. دلوقتي انا حطيته في مصفى، صفى ميته بعد ما غسلته عشان ما يبقاش في ميه خالص. ودلوقتي انا هبتدي اتبله بقى. تتبيله السمك معايا البسارية. طبعا مش هنمسك سمكيه نملحها، احنا بنملحه كده كله ببعضه واكيد انتوا عارفين وشاطرين. انا دلوقتي معايا هنا توم وملح وكمون وليمون. انا هدوق الثوم بالملح والكمون وهعصر عليه الليمون وهتبل بيه السمك. لو انت حابه تحطي شطه براحتك، لو انت حابه تحطي كزبره ناشفه كمان براحتك، بس انا هتبله بالملح والليمون والثوم والكمون. وهوريكم ازاي دلوقتي هنلفه بالليمون. خلاص يا حبايبي، انا هو دقيت الثوم مع الملح والكمون وعصرت الليمون وملحت بيه السمك زي ما انتم شايفينه كده. زي ما انتم شايفين كده لفيناه كويس جدا في التتبيله. بتحب الليمون يبقى كتير وبتحب الكمون يبقى كتير، يعني انا حطيت ليمونتين كبار، عايزه تزودي ليمونه كمان مفيش مشكله. انا دلوقتي هسيبها قيمه 10 دقايق مش اكتر. انتوا عارفين ان السمك ما بياخدش وقت في التمليح،
هسيبها بس 10 دقايق في التتبيله، وهنرجع نكمل باقي الوصفه. خليكم معايا كده يا حبايبي. السمك بتاعنا اتبل اهو، سيبناها 10 دقايق ويمكن ازيد شويه. انا دلوقتي جبت الدقيق. هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد من السمك كده، هحط في الدقيق شويه بشويه اهو، وهقلبهم كده كويس جدا في الدقيق بتاعي زي ما انتم شايفين كده اهو. في ناس بتقليه بقى كده واحده واحده، صراحه انا ما بحبش اقليه واحده واحده كده، انا بحب اعمل له شكل، وده الشكل اللي اصحابي طلبوه مني وقالوا لي ازاي بتعمليه، لان انا كنت فاتحه زي ما قلت لكم قبل كده مشروع اكل بيتي، فكان ناس كتير بتطلب مني سمك البسارية الكفوف ده، وكانوا ناس كتير بقوا عايزين يعرفوا انا بعمله ازاي، فانا ان شاء الله بعمله لهم، عمري ما ببخل عليكم بحاجه. فانا هقلبه كويس كده في الدقيق وهنبتدي نلزق. انا دلوقتي يا حبايبي بمسك السمكه كده بعد ما عفرتها في الدقيق، واوعي تحطي نشا على دقيق البساريه لان هي اصلا رفيعه فهتنشف منك قوي ومش هتبقى حلوه، هي كده كده هتطلع مقرمشه بالدقيق بس. انا بمسك البساريه كده، باجي من عند الديل من هنا واحط البساريه دي على البساريه كده واضغط كده، واجيب كمان بساريه كده واضغط كده اهو. الدقيق مع السمك بيخليه يلزق في بعضه اهو. في ناس بتعمل للسمك البساريه عجينه، يعني انا حماتي بتقليه في عجينه كده، بس انا بقليه في دقيق كده على طول وبلزقه كده زي ما انتم شايفين بقى كفه وخمس صوابع، 5 سمكات اكنه 5 صوابع كف كده وملزوق اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. يا رب يكون واضح معايا اهو، ملزوقين كده. بتضغطي على الديل، هو السمك مع التمليحه بيعمل زي العجينه كده وبيلزقه اهو. انا بس خايفه اسيبه يقع اهو، وهحطه هنا في صينيه وافرده كده وابتدي الزق كمان 5 زيهم اهو. هو هياخد وقت معاكي بس في الاخر بيبقى صراحه شكله حلو جدا اهو. وهنمسك كده اهو ماسكين اهو، وكمان واحده، خليها 5 في 5 كده. عايزه تزودي الكف عن 5 براحتك، بس انا بعمله خمايس كده اهو. شكله بقى جميل جدا في القلي بعد كده، بعد ما بيتقلي في الطبق كده مرصوص شكله روعه. هوريكي تاني كمان واحده، بتيجي من عند الديل كده اهو، بتمسكي كده تضغطي من عند الديل ده مع الديل ده كده، بتضغطي اهو اهو زي ما انت شايفه كده. هعمله كل الكميه اللي معايا بالشكل ده وهنقليه ان شاء الله مع بعض. خليكم معايا لاخر الفيديو عشان تشوفوا شكله وتشوفوا جماله. خلاص يا حبايبي احنا خلصنا كميه البسارية اهي كلها، لزقناها زي ما انتم شايفين كده، شكلها هيطلع ان شاء الله جميل جدا في واحنا بنقليها. انا دلوقتي حاطه طاسه على النار فيها زيت عشان يسخن، وهنقليها مع بعض ان شاء الله. حبايبي الزيت بتاعنا سخن اهو، وانا حطيت فيه قشر الليمون اللي احنا عصرناه على السمك، علشان اول حاجه ما يخليش ريحه الزيت مش حلوه، تاني حاجه ما يخليش الزيت يسود هيضل ابيض معانا كده. انا دلوقتي هنزل بقى اهو بالسمك، شايفين شكله عامل ازاي اهو، زي ما احنا عملناه كفوف اهو. وما تخلوهوش ينشف منك، يعني سمك البسارية عشان رفيع ما بياخدش وقت، بس عايزينه ياخد اللون الذهبي الجميل ونقلبه على طول على الناحيه التانيه. خلاص يا حبايبي اهو زي ما انتم شايفين بدات تاخد اللون الذهبي الجميل ده، هنبتدي نقلبها كده. شايفين شكلها جميل ازاي؟ لو حسينا ان هي لسه عايزه تاخد لون تاني هنسيبها. شايفين شكلها جميل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، ومقرمشه جدا وجميله جدا. شايفين سامعين صوتها اهي، صوت القرمشه. عشان كده بقول لك ان احنا مش محتاجين نحط على الدقيق نشا. وعايزه اقول لكم ان الفضل التعليم طريقه البسارية الكفوف دي طبعا لامي، يا رب يديها الصحه والعافيه ويفرج كربها ويفرح قلبها يا رب. فانا دلوقتي هحمرها كده وهنطلعها على مناديل مطبخ او ورق ابيض حسب المتاح عندك، ما نغمقهاش عن كده، هي لونها كده جميل عشان ما تنشفش منك اهو. هقلبها كده انا بس عشان بقلب بايد واحده. هخلص كل الكميه بالطريقه دي وهنشوفها ساعه التقديم، وهنعمل كمان مع بعض رز الصياديه. انا عملته معاكم قبل كده بقى في فيديو سمك البولتي المقلي اللي هو سمك المشاط، بس كان الفيديو وانا بعمل الرز اتقطع منه حته، لما جيت اتفرج عليه بعد كده بعد ما نزلته لقيت في حته ناقصه،
فانا هعمله معاكم تاني النهارده وان شاء الله يعجبكم، وهنكمل باقي الوصفه بتاعتنا. انا هكمل باقي السمك واوريه لكم ساعه التقديم، اما اخلص هنعمل الرز مع بعض. خليكم معايا واوعوا تروحوا في اي حته. خلاص يا حبايبي احنا علينا السمك كله وهوريه لكم ان شاء الله. دلوقتي هنبتدي نعمل رز الصياديه البني الجميل. مش هنحتاج نحط خالص سكر زي ما الناس بتعمل. انا دلوقتي صفيت زيت السمك وخرطت البصله كده تخريط صغير زي ما انتم شايفين. هنبتدي نحمرها، وعايزه اقول لك عشان تعملي رز سمك صياديه كويس هنحمرها تحمير على الاخر، مش هنحرقها، بس هنخليها مش ذهبي زي كل ما بنعمل الطبيخ او كده، لا احنا هنحمرها تحمير للاخر. وهوريكم دلوقتي لونها اللي انا اقصده ازاي. اهو يا حبايبي شايفين البصل بدا يغمق اهو، مش هو ده برده اللون اللي انا عايزاه، انا هغمقه شويه كمان عن كده بس مش هنحرقه. انا شفت ناس بيحطوا معلقه سكر مع البصل يكرملوه عشان يدي اللون البني. اعمليه بالطريقه دي وهتشوفي لونه في الاخر عامل ازاي. والبصله دي هتنزل لونها، يعني مش هتبقى غامقه كده اصلا في الرز. واللي شاف الفيديو قبل كده الرز الصياديه بتاعي هيبقى عارف انا بقصد ايه. انا دلوقتي اهو اللون ده حلو قوي. دلوقتي هنزل بالميه وهضيف دلوقتي دي معلقه ثوم من الدقه بتاعه السمك، انا كنت مفوضاها مش مكمل معلقه، كمان نص معلقه ثوم بملح بكمون، وهنحطه هنا مع الرز. انا بقى دلوقتي هسيب الميه دي تغلي مع البصل مع الثومه اللي احنا حطيناها. ما تقلقوش من شكل من لون البصل ده كله هينزل في الميه، وده اللي هيخلي الرز ياخد اللون البني الجميل بتاعنا، وهتشوفوه في الاخر وهتجربوه وهتقولوا ان هو عجبكم جدا. دلوقتي هنسيب البصله تغلي مع الثومه بالملح بالكمون مع الميه، وهنرجع نشوف هنعمل ايه. خلاص يا حبايبي الميه بتاعتنا غليت اهي. عايزه اقول لكم ريحه الثومه، يعني الثومه الصغيره فصين الثوم دول بيخلوا ريحه الرز جميل جدا، يعني ريحتها طالعه دلوقتي من قبل ما احط الرز. انا دلوقتي هنزل بالرز واظبط الحدق وارجع لكم. خلاص كده يا حبايبي انا نزلت بالرز. عايزه اقول لكم ان كل اللون اللي انتوا شايفينه البني ده الرز اللي هيشربه، وهيبقى لونه اللي هو اللون البني بتاع الرز الصياديه الجميل اللي احنا عارفينه. يعني مش هنحتاج نحط معلقه سكر ولا حاجه. ريحه التومه جميله جدا، انصحكم تحطوا التومه دي بالملح بالكمون. طبعا انا دقت الرز قبل ما املحه او شفت ملحه، لان انا حاطه على التومه ملح. وانا نزلت لكم قبل كده طريقه رز السمك الاحمر، اللي ما شافهوش ان شاء الله هحط له اللينك في صندوق الوصف يبقى يرجع له. انا دلوقتي هسيبه يتشرب، وبعدين لما يتشرب هوطي عليه تسويه الرز العاديه بقى، هوطي عليه لحد ما يستوي وهنرجع نشوفه مع بعض ان شاء الله. خليكم معايا عشان تشوفوا الاكل بتاعنا في نهايته شكله عامل ازاي. يا حبايب قلبي الاكل بتاعنا بقى جاهز اهو. شايفين السمك بتاعنا شكله فظيع بسم الله ما شاء الله، شكله جميل جدا. طريقه الكفوف ديت جميله جدا في التقديم وفي الشكل، ومخليه مقرمش جدا والله العظيم ما شاء الله اهو. شكله جميل جدا ويفتح النفس. اتمنى تجربوه بالطريقه دي. وادي الرز بتاعنا كمان جاهز زي ما انتم شايفين كده اهو. والبصله بتاعتنا بقى لونها اهي زي ما انتم شايفين اهو، بني. اللون بتاعها اللي احنا غمقناه نزل في الرز زي ما انتم شايفين كده. والرزايه بتاعتها مفلفله زي ما انتم شايفين اهو، لا معجون ولا اي حاجه اهو. وادي الطبق بتاعنا اهو الاساسي اللي هو السمك البسارية، شكله والله العظيم يفتح النفس. وادي الرز الطبق التاني اهو ما شاء الله، شايفين لونه عامل ازاي. والرزايه مفلفله وجميله. هنقدمه مع سلطه خضراء، وطبعا بصل اخضر او جرجير او اللي تحبيه. عايزه تحط سلطه طحينه برده براحتك، بس السلطه الخضراء هي الاساس. اتمنى الوصفه تكون سهله عليكم، واتمنى اكون قدرت افيدكم. اشوفكم في وصفات احلى على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.